أهلا بكم في جباني بروتكشن. وأنا زي ما وعدتكم هنتعلم مع بعض كيف نركب إيقاعات سودانية على برنامج بروتولز، وهنشتغل الليلة بطريقة مبسطة شديد جدا جدا، وأنا هبطئ الشرح شوية عشان الناس تقدر تستوعب. قبل أي خطوة نعملها لازم نعرف حاجة واحدة ومهمة شديد جدا جدا، اللي احنا الإيقاع اللي هنشتغل عليه ده هل هو 4 من 4 أو 6 من 8 أو 7 من 8 أو 5 من 8، وتختلف الموازين على حسب الشكل الإيقاعي للبيت. احنا الليلة هنركب مع بعض ايقاع التمتم، وايقاع التمتم هو اساسا 6 من 8. وانا شفت ناس كتير بتشتغلوا 4 من 4، ودي حاجة غلط يا اخواننا. ايقاع التمتم 6 من 8، او ممكن يشتغل 3 من 4، بس كده هيبقى زي الفالس شوية. هو ممكن يقعد، بس احسن انك تشتغلوا 6 من 8. طيب، في البداية هنيجي في البرو تولز، هنمشي على متر، هنعمل 6 من 8 في المتر. خلينا نعمل التيمبو 115، ومحل الجريد هنا هنعمل المازورة 1/8. أبسط الموضوع، هنشتغل بالهات أول. طيب يا فنانين، احنا هنقلب النوت كل التراكات نوت. طبعا معلش، انا ماخد 3 تراكات، عندي كيك سناير هات. هنشتغل الهات اول عشان يدينا الشكل الرئيسي بتاع التمتم. يلا، هنخد هات في كل ضلع. ديل 3، يوضح شوية. تقريبا كده الشكل بدأ يوضح شوية. هنيجي نعمل كيك. تعال نعمل سناير. طيب، ده الشكل الأولي. وبعد كده احنا هنبدأ نطور شوية في الموضوع. طيب، هنيجي نقسم هنا على 16، ونبدأ نضيف هات. هنعمل هات هنا. هناخد فيلوسيتي. طيب كده يا شباب، معانا الشكل الأولي للتمتم من مازورة واحدة. هنظلل، هنيجي نعمل دبل كيت للموضوع. كده بقى عندنا مازورتين أساسيات. كده يا فنان، انت ممكن تبدا تشكل زي ما انت عايز، يعني زي ما انت حابي، ممكن تقعد تشكل البيت بعد كده.
انت بعد كده ممكن تبدأ تضيف اي باركيشنز انت عايزها. احنا هنجيب صفقة الموضوع. خلونا نعمل هنا 1/8. اعمل كده. هنعمل جروب للصفقة. نعمل بلاننج. بعد كده ممكن ايه نعمل على 16 ونشكل زي ما احنا عايزين. بعد كده نبدأ نخلط الصفقة. احط السلاش شوية. وكده يا فنانين بقى عندنا تمتم سرعته 115 6/8 تمتم سوداني بيور. ودي طريقة مبسطة شديد جدا جدا عشان انت تقدر تعمل بيها تمتم في برنامج برو تولز او اي برنامج تاني. في النهاية ما تنسوا تدعمونا باللايك والشير وادونا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوا سبسكرايب. كان معكم عبد الله قباني.